السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هاند ميد. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة عمل اللي هي الباسكات. احنا المرة اللي فاتت عملنا الباسكت اللي كان مربع. النهاردة إن شاء الله هنعمل الباسكت المدور اللي هو الشكل الدائري ده. أنا بس زودت عليه هنا ايد، لو حابين ان انا اعمل ايد ده في ان شاء الله ممكن اعمله لكم. فالفكرة هنا انا عملت حجم بس كبير شوية. استغليت بمناسبة عيد الام و- وشم النسيم والربيع، فعملت الشكل الجميل ده. يعني انا كل طبعا الحاجات اللي انا رصاها دي انا كنت عاملاها فيديوهات قبل كده، يعني ان شاء الله هتلاقوا الطريقة بتاعتها كلها. بس وانا هعمل الباسكت الدائري دوت الشكل الدائري ان شاء الله يبقى سهل معاكم. انا عملته بخيط، هنا انا عاملاه بخيط الكليم اللي هو بيقولوا عليه خيط تيشيرتات. جميل ما فيهوش اي حاجه. انا بحب الخامه اللي هي الليكرا، مع ان الناس مش بيحبوها قوي، مع ان هي دي الخامه ملحوظه. يعني دي الخامه الوحيده اللي بتحافظ على لونها، ما بيتغيرش، غير الخامه التانية اللي هي القطن يعني بتبهت، لكن دي خامتها جميله جدا ما فيهاش اي حاجه. وكمان بحب استخدم الخيط السلسله، يعني سواء الخيط السلسله او الليكرا. انا بالنسبه لي ده احلى حاجه يعني في الشغل ده. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احب افكر حضراتكم لو مش مشتركين في القناه اوعوا تنسوا تشتركوا، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله. اول حاجه انا طبعا معايا الخيط ده كان عباره عن شله، بس انا فكيت الشله وعملتها كده يعني بكرة بس. وهشوف الإبرة اللي تكون مناسبة معاها، يعني هجرب الإبرة رقم 6. لو لقيتها مش هتناسبني هجيب الأصغر أو الأكبر. أول حاجة أنا بعمل الدائرة، عقدة البداية اللي اتعودنا عليها اهي. يعني بلف الخيط عكس بعض كده وأسنده بس، وباخد لفة خيط كده وبعمل سلسلة. ومن داخل الدائرة دي أنا هعمل 5 غرز حشو. من داخل الدائرة بنزل كده باخد غرزة حشو كده اهي بالطريقة دي. ادي 1 كده، 2، 3، 4، 5. بالشكل ده كده معايا غرز 5 غرز حشو. ومن عند الخيطة اللي انا بدأت بيها دي اللي هي الدائرة السحرية بسحبها خالص كده عشان ألم الدايرة من جوه بس كده. وعند اول سلسلة كنت طالعة بيها هنهي بيها السطر بتاعي بمنزلقة، مش هاخد اي حاجة. انا هنزل عند اول سلسلة طلعت بيها هنا. طبعا الابرة سميكة والخيط سميك اهو. دخلت فيها كده وهاخد منزلقة عشان انهي بيها السطر. اخد لفة خيط واطلع بيها كده، وهي لفة الخيط اللي بيها اخرجها من الحلقة اللي معايا كده وابدا. طبعا انا لقيت الابره كانت رقم 6 مقاسها كبير قوي على الخيط، فاستبدلتها بالابره رقم 4. فزي ما قلت لحضراتكم ده اول سطر انا عملت فيه 5 غرز حشو، وعند نهايه السطر قفلت بمنزلقه عند اول سلسلتين كنت طالعه بيهم. وبعدين هعمل ايه هنا؟ مش هطلع سطر عشان سطر جديد وهعمل زي ما كنت بعمل، لا، انا هنزل على طول عند اول غرزة حشو بدأتها في الدائرة اللي تحت دي. هنزل فيها هعمل 2 غرزة حشو، بنزل ما بين الاتنين في اللي فيها. يعني اللي هي الحشوة الاولانية عبارة عن حرف في اهي، انا بنزل ما بينه كده. اوريكم هنزل فيها ازاي وهطلع هيبقى شكلها ايه كمان من الخلف. ده هيبقى شكلها
كده. فهاخد بقى ايه لفة الخيط اللي انا باخدها بتاعت اهي اللي هطلع بيها كده عشان اعمل 2 غرزة حشو كده بالشكل ده. وهعلم عندي بداية السطر علشان اما اجي اقفل ابقى عارفة انا هقفل فين. ثواني معايا حددها، يعني هعلم انا طلعت اول غرزة حشو هنا، فهقفل عليها كده علشان يبقى الشغل بتاعي مظبوط ان شاء الله. وابتدي بقى اكمل زي ما قلت لحضراتكم السطر رقم 2 داخل كل غرزة حشو تحت هعمل فيها 2 غرزة حشو فوق. فانا عملت هنا واحدة ناقص التانية، هنزل في نفس المكان اهو واخد لفة خيط كده واطلع بيها لفة خيط وبسحبها كده. انا عملت الحشوتين مع بعض في نفس المكان، واكمل داخل كل غرزة حشو تقابلني اللي هي ما بين علامة الفي دي، بنزل بداخلها كده بالشكل ده واخد لفة الخيط بتاعت الحشو اهي واطلع بيها بالشكل ده. في نفس المكان هنزل تاني بغرزة حشو. يعني الفكرة في ان سطر رقم 2 كله داخل كل غرزة حشو تحت غرزة حشو فوق، غرزتين حشو فوق. اللي بعديها اهي الحشوة اللي تحت اللي بعديها بنزل برضو في الفي، باخد لفة الخيط كده واطلع بيها لفة خيط واسحبها، وفي نفس المكان بنزل تاني الحشوة رقم 2 اهي في نفس المكان، باخد لفة خيط واطلع بيها اسحبها لفة خيط واخرجها من الحلقتين. دي طريقة القاعدة اللي بتخلي شكل الدائرة ان شاء الله يبقى مظبوط جدا، يعني زي ما احنا شايفين. لان انا بعمل كل 2 غرزة حشو 2 غرزة حشو، ده بيساعد ان الغرز ما تلمش معايا ان شاء الله يعني. فبنزل الحشوة اللي بعديها برضو بنفس الفكرة ما بين علامة الفي، باخد لفة خيط واطلع وغرزة حشو وغرزة حشو في نفس المكان اهي. والحشو اللي بعديها اهي برضو ما بين حرف الفي، باخد لفة خيط واطلع بيها كده اهي 2. وعند الحشوة الاخيرة هنا بقى انا خلاص قربت اوصل لنهاية السطر. فهنا الفكرة في ايه بقى؟ عند اول غرزة يعني تعتبر دي السلسلة اللي كنت بادئه بيها في اول الغرزة تحت خالص، فهي دي اللي بقفل عندها على طول. فانا هنزل فيها كده تمام، وهاخد غرزة هاخد لفة خيط كده واطلع بيها تمام كده. مش هسحب اي حاجة، لا انا مكان ما هشيل خدوا بالكم ان مكان ما هشيل العلامة دي كده اهو، مكان ما هشيل العلامة دي الغرزة من الخلف، يعني هي عبارة عن فرعين. انا هاخد الفرع اللي هو في الخلف اللي هو ده، مش الامامي، لا اللي في الخلف اللي هو اللي ورا ده، هدخل فيه الابرة كده. فاصبح معايا 3 حلقات. الحلقة الاخيرة اللي كانت فيها الغرزتين الحشو، والحلقة الاولى اللي انا طلعت بيها من غرزة التقفيل بتاعتي، والحلقة اللي في الاخر دي انا لسه هعمل فيها حاجة اللي هي الغرزة من الخلف دخلت فيها، وهلف الخيطة كده عليها واخدها معايا اسحبها من اول حلقة قابلتني، واسحبها من تاني حلقة قابلتني، واسحبها من تالت حلقة كده. انا قفلت السطر بتاع رقم 2 كله. فالفكرة هنا ان مش زي لما كنا بنقفل السطر بمنزلقة، لا هي الطريقة دي بتخلي شكل القفل بتاع الدائرة يفضل شكل الفي برضو، يعني تفضل معايا على شكل في، ما تبقيش عارفة، يعني تبقى ماشية كذا سطر ما تبقيش عارفة فين البداية من النهاية، تحسي ان كلهم حاجة واحدة. بعد كده هعمل ايه؟ هنزل في الحشوة اللي هي اللي ايه اللي هتقابلني الجديدة دي،
هنزل فيها كده بغرزتين حشو برضو. ادي غرزة حشو رقم 1 اهي كده اهي رقم 1، وده هعتبره بداية سطر، وهحط العلامة بتاعة بداية السطر هنا برضو عشان اعمل، هوريكم هنعمل ايه برضو اهو العلامة دي، واقفلها عشان ما تقعش، لان دي مهمة جدا عشان ابقى عارفة فين انا بدأت السطر وفين نهيته. واكمل السطر كله بتاع رقم 3. احنا كده نبتدي نشتغل في السطر رقم 3. انا عملت حشوة في اول علامة في تحت قابلتني، وبداخلها حشوة تاني، يعني هيبقى السطر رقم 3 زي السطر رقم 2 اللي كان داخل كل غرزة حشو تحت وغرزتين حشو فوق. ادي كده اصبح معايا غرزتين حشو اهو. همشي السطر رقم 3 كله زي السطر رقم 2 داخل كل غرزة حشو تحت 2 غرزة حشو 2 غرزة حشو 2 غرزة حشو لحد ما اوصل للنهاية. هوريها لكم تاني عشان برضو تبقى واضحة. انا كده خلاص بعمل اخر غرزتين حشو داخل غرزة الحشو اللي تحت للسطر رقم 3. انا عملت واحدة اهي التانية اهي في نفس المكان، وبعدين عند السطر اللي عند المكان اللي بقفل منه بقى خلاص وصلت له، هعمل في الغرزة دي اللي هي اللي بقفل منها دي، بنزل فيها بغرزة حشو كده واطلع بيها. بس هنعمل الحركة اللي هي ان احنا مش هنسحب حاجة، هنخليها على الحلقة على الابرة، هنخلي الحلقة كده على الابرة، ومطرح ما انا هشيل العلامة بتاعت بداية السطر دي كده، خدوا بالكم ان انا هشيلها من هنا اهي، خلاص انا شلتها من هنا. فالفرع الخلفي اللي من الخارج هنزل فيه كده واخد لفة الخيط بتاعتي اهي، واخرجها من الغرزة اللي الخلفية، واخرجها كمان من الغرزة اللي انا عملتها هنا اللي هي بتاعت التقفيل، واخرجها من اخر حلقة كانت معايا. كده انا نهيت السطر رقم 3 تمام كده. عشان ابتدي السطر رقم 4 هعمل ايه؟ هبدأ من اول غرزة حشو تقابلني زي ما عملنا في السطر اللي فات اهي، برضو ما بين علامة الفي دي اهي، دخلت من بين علامة الفي وطلعت اهي، باخد لفة خيط كده عشان اعمل الحشوة الجديدة بتاعت السطر رقم 4 اهي. ومن هنا احط علامة التحديد بتاعتي هنا عشان اعرف انا هقفل فين السطر لما اخلص الراوند كله كده بالشكل ده. وهيبقى الفكرة بقى في السطر رقم 4 ايه؟ في السطر رقم 4 هنعمل، انا كده عملت غرزة حشو واحدة، في اللي بعديها هعمل 2 غرزة حشو تمام. وهمشي السطر رقم 4 كله على هذا الاساس، مرة حشو ومرتين حشو، مرة حشو ومرتين حشو. انا كده عاملة المرة الاولى. في الحشوة اللي بعديها هنزل برضو ما بين علامة الفي اللي هي علامة الزد دي، بنزل فيها كده سوري نظبطها كده اهي علامة الفي، وانزل فيها كده، ده شكلها من الخلف اهو. هاخد لفة الخيط كده واسحبها معايا واطلع هنا. بقى هعمل ايه؟ هعمل 2 غرزة حشو ادي كده، دي 1 اهي، 1 في نفس المكان اللي انا نزلت فيه، هيبقى في نفس المكان اهو. هاخد لفة خيط واطلع بيها 2 حشو كده كده، معايا 2 غرزة حشو. يبقى اللي بعديها مرة حشو، اللي بعديها هنزل فيها برضو من بين علامة الفي لفة خيط واسحبها واطلع بيها واعمل واحدة حشو. وهيبقى السطر رقم 4 كله مرة حشو مرتين حشو لحد ما ابدأ، لحد ما اوصل للنهاية هنا. برضو هوريكم فكرة الطلوع دي ازاي برضو، عشان لو كان الموضوع صعب شوية، بس انا عايزة اوريكم ان ما بنقدرش نفرق ما بين الغرز وما بين مكان القفل بسبب الطريقة دي تمام. انا هكمل السطر كله رقم 4 لحد ما اوصل لقبل النهاية واوريها لكم. وايه واحدة حشو مرتين حشو. وصلت لنهاية السطر رقم 4، وصلت لان انا عملت مرتين حشو، ناقص لي مرة حشو اهي بس كده. وطبعا في اللي هي الاخيرة دي انا بنزل فيها كده وباخد لفة خيط واخليها معايا على الحلقة على الابرة، ومكان ما انا هشيل العلامة دي في الفرع الخلفي اللي هو ده
هدخل فيه الابرة كده واسحب لفة خيط من الخارج واخدها معايا واخرجها من جميع الحلقات اللي معايا على الابرة. كده انا نهيت خلاص السطر رقم 4. زي ما احنا شايفين قد ايه بيبقى شكلها منسق جدا. لو مشينا على الخطوات دي ما فيهاش اي حاجة، والعلاء ومش باين ابدا احنا بدأنا ونهينا السطر فين بالطريقة دي. طبعا زي ما اتعودنا هننزل للسطر الجديد اللي هو رقم 5 في اول غرزة حشو تقابلني بعد اللي انا واقفة فيها دي. ده كده السطر الرقم 5. هاخد فيه لفة خيط كده اهي واعمل حشوة واحدد بداية السطر رقم 5 بالعلامة واقفلها كويس عشان ما تفكش مني وانسى اهي. في السطر رقم 5 بقى هعمل ايه؟ هيبقى داخل كل غرزة حشو واحدة زي اللي انا عملتها دي، داخل كل غرزة حشو تحت هعمل فوقيها غرزة حشو واحدة بس، مش هعمل تزايد ولا اي حاجة. يبقى السطر رقم 5 عملت خلاص هنا واحدة حشو، اللي بعديها تبقى واحدة برضو حشو. برضو بنزل ما بين علامة الفي كده زي ما احنا شايفين كده، وبعمل برضو حشو اهي. همشي السطر رقم 5 ده كله داخل كل غرزة حشو واحدة، داخلها غرزة حشو واحدة برضو بالطريقة دي اهي. داخل كل غرزة حشو واحدة فوقيها غرزة حشو واحدة. كملها معاكم للنهاية عشان نشوف شكلها، يعني علشان انا عارفة ان في ناس هتفكر ان هي يعني هتبتدي تلم مني وتقوس. لا، دي طريقة مظبوطة جدا لعمل قاعدة لأي حاجة يعني بالكروشيه. لو مشينا على الخطوات دي هتقدري تعملي أي قاعدة كروشيه بأي خيط منسقة جدا ومظبوطة وجميلة جدا. بنزل برضو ما بين علامة الفي، بعمل واحدة بس حشو داخل كل واحدة حشو ما بين علامة الفي كده كده، واخد لفة خيط واخرجها كده اهي. واللي بعديها برضو ما بين علامة الفي، وامشي السطر كله داخل كل واحدة واحدة، داخل كل واحدة واحدة بالشكل ده. مفيش اي تقوس ولا اي لم خالص، الدنيا مظبوطة الحمد لله طالما الخطوات بتاعتنا مظبوطة. بس انتوا جربوا امشوا معايا، اكتبوا في ورقة برضو السطور اللي انا مشيتها ايه وزودت امتى، وحاولوا تعملوها معايا ان شاء الله تطلع معاكم منسقة وجميلة واحلى كمان. داخل كل غرزة واحدة حشو واحدة حشو. ده السطر رقم 5. لازم انزل في علامة الفي. عشان ايه بنزل في علامة الفي؟ عشان يديني الشكل اللي هو يحس ان هو ضفاير كده كله شكل واحد بالمنظر ده، وهكذا لحد ما انتهي من السطر رقم 5 اهو. طبعا انا ماسكه هنا في الخيط اللي هو السميك والابره السميكه، انا مش ماسكه الماسكه المعتاده بتاعتي زي القلم، انا ماسكه ايه جامد قوي كده بعكس الماسكه بتاعتي عشان ابقى متحكمه فيها اكتر، لان ديت بتبقى الغرز فيها صعبه شويه صغيره يعني عن الخيط اللي هو الخفيف. زي ما احنا ماشيين داخل كل علامه في من الحشو اللي تحت حشوه واحده فوق. انا كده خلاص قربت انتهي من السطر رقم 5، فوصلت عند مرحلة قفل وغلق السطر. عند المكان اللي بقفل فيه بنزل في الحشوة كده، باخد لفة خيط واخليها معايا على الابرة كده الحلقة، وبشيل علامة التحديد دي كده، ومكان ما انا شلت العلامة
زي ما عملنا في السطور اللي فاتت عند السلسلة بتاعتها من الخلف، بنزل فيها كده واسحب لفة خيط عشان اغلق كل السطر كله، باخدها معايا اهي واخرجها من كل الحلقات اللي معايا على الابرة. تمام كده اهو، مش باين خالص ان ده السطر اللي بقفل منه، زيه زي بقية السطور بالشكل ده. وابتدي اروح للمرحلة اللي بعديها اللي هي اول حشوة تحت هتقابلني، اروح لها كده عشان ابتدي السطر رقم 6. هعمل حشوة كده فيها اهي، عملت السطر رقم 6، ومن هنا ابتدي احط علامة بداية السطر زي كل سطر عملناه، واكمل بقى هنا في السطر رقم 6. هيبقى ماشي ازاي؟ هيبقى ماشي مرة غرزة حشو ومرتين غرزة حشو. تمام، يبقى انا كده عملت مرة واحدة، نحسب دي ان هي مرة غرزة حشو، هيبقى اللي بعديها مرتين غرزة حشو، وانزل برضو في علامة الفي كده زي ما اتعودنا اهي عشان يديني الشكل الضفاير ده اهو. هعمل في المرحلة دي 2 غرزة حشو، ادي كده حشوة رقم 1 في نفس المكان هنزل فيه، هيبقى الحشوة رقم 2. تمام كده، والحشوة اللي تحت اللي بعديها هنزل فيها بواحدة بس حشو، يعني مرة حشو ومرتين حشو. تمام، همشي السطر رقم 6 كله مرة حشو مرتين حشو مرة حشو مرتين حشو لحد برضو ما اوصل للنهاية واوريها لحضراتكم تاني. انا كده خلاص وصلت لنهاية السطر رقم 6، وبرضو بقفله بنفس الطريقة اللي اتفقنا عليها. بنزل في اخر يعني اللي قبل العلامة على طول دي، بنزل فيها كده بحشوة، بس بعد ما بنزل برضو ما بين الفي بتاعتها باخد لفة الخيط كده اسحبها واطلع بيها، وبعد ما اسحبها واطلع بيها بشيل العلامة واعرف انا شلت العلامة فين بالظبط اهي. مطرح ما شلت العلامة في الفرع الخلفي هو من الخارج ده بدخل الابرة فيه. تمام كده معايا كده اهو 3 حلقات على الابرة. هاخد بقى لفة خيط واخرجها من ال3 حلقات دول كلهم، اول حلقة اهي، تاني حلقة اهي، تالت حلقة اهي. كده انا قفلت السطر رقم 6. نشوف منظر الدائرة، مفهوش اي حاجة ولا عدلت فيه ولا اي حاجة، انا ماشية معاكم سطر بسطر خطوة بخطوة. دلوقتي انا خلصت السطر رقم 6، وعايزة اقول برضو ملحوظة مهمة جدا. انا مثلا هستكفى بالسطر رقم 6 وهعمل على شكله الدائرة. ولو انا مثلا كنت عاملة اللي هو الشكل اللي وريته لحضراتكم في الاول ده، انا هنا مكبراه جدا. يعني انا عاملة لماما مثلا كديكور كده بالشكل ده، فعاملة مقاس كبير شوية. تمام، فهنا انا استكفيت برقم 6 لان انا عايزة ده حجم صغير. فعايزة اقول ان اللي عايز يزود المقاس القاعدة هيزود بطريقة التزايد دي. يعني انا خلصت دلوقتي، زودت بايه؟ بغرزتين اهم، اللي هي كنت ماشية رقم 6 مرة واحدة، يعني مرة كنت عاملة غرزة واحدة ومرة غرزتين حشو، مرة حشو مرتين حشو. هاجي اللي بعديها هعمل ايه؟ هعمل همشي برضو عليهم مرة حشو مرتين حشو. تمام، لقيتها قوس مني، ممكن ازود الغرز. يعني انا بشتغل على حسب بزود الغرز على حسب ما انا بكبر القاعدة. تمام، بمعنى ادق يعني بعد كل سطرين من غرزة اللي هي واحدة حشو مرتين حشو، انا ممكن اكبرها واعمل مرة حشو مرتين مرة واحدة حشو على كل الايه السطور. يعني انا مشيت هنا مرة حشو مرتين حشو 7، هيبقى مرة حشو مرتين حشو 8، هيبقى مرة حشو مرة حشو مرة حشو. كل سطرين فيهم مرة حشو مرتين حشو، السطر الثالث هيبقى مرة حشو مرة واحدة حشو، واللي بعديه اتزايد. يعني بزايد السطور الحشو بشتغلها كل سطرين. اتمنى ان يكون الفكرة وضحت باذن الله. من هنا بقى انا خلاص استكفيت بالسطر رقم 6 ده. وهعمل ايه؟ هعمل حاجة بقى ايه، ان انا ابتدي اطلع بقى ايه، هغير اتجاه الخيط والابرة. مطرح ما الابرة خارجة كده
انا لفيت الشغل او الشغل كان معايا كده، لفيته كده العكس، ومكان ما الابره خارجه انا برفعها لفوق كده، وبدخل سوري، مكان الخيط ما هو خارج انا بدخل الابره، وبعدين باخد الحلقه اللي كانت باقيه دي بركبها كده في الابره واخرجها معايا بالشكل ده. تمام كده، وبغير اتجاه الابره بوديه الناحيه الخلفيه كده لبره. وعند اول فتحه هتقابلني، اول فتحه اهي، اول فتحه هتقابلني ما بين الغرز، مش هنزل بقى في الحشوات، ما بين غرز الحشو اللي تحت كده هعمل غرز منزلقه. هاخد لفه الخيط اللي انا وجهتها الناحيه التانية، هاخد لفه الخيط كده واطلعها غرزه منزلقه. تمام كده، وهيبقى داخل كل ما بين غرزه حشو وغرزه حشو، ما بين الغرز الحشو اللي تحت انا بنزل بالابره وباخد منزلقه، باخد لفه الخيط كده واطلع بيها وبخرجها من الحلقه اللي معايا اللي بعديها عشان تبقى اوضح اهي. هنزل في الفتحه اللي بعديها واخد لفه الخيط واطلع لفه الخيط اهي واطلع بيها كده واخرجها من الحلقه اللي معايا بالشكل ده. همشي السطر كله ما بين غرز الحشو اللي كانت معايا في النهايه بعمل غرز منزلقه، باخد لفه خيط واخرجها من الحلقه وهكذا الى نهايه السطر اهي. لفه الخيط باخدها واخرجها من الحلقه اللي معايا لحد ما انتهي من السطر كله. واخرجها كده لحد ما اوصل لنهاية السطر. انا هنا خلاص نهيت السطر طبعا رقم 6. بس طبعا انا بنهيه عند اخر غرزة حشو تحت ما بين علامة الفي دي، بخرج الخيط كده، ومكان ما كنت حاطة العلامة بتاعتي في الغرزة من الخلف بدخل الابرة واسحب لفة خيط كده واخرجها من جميع الحلقات اللي معايا على الابرة. كده انا خلصت السطر اللي هو رقم 6 كله، وده بيبقى شكل القاعدة بتاعتها. فانا عايزة اقول ملحوظة، انا كده هستكفى بالحجم ده. لو حابين تزودوا حجم الباسكت بتزودوا طبعا حجم القاعدة. انا هنا كنت في الباسكت ده انا كنت مزوداه، عاملة حجم كبير عشان يعني كديكور، يعني مديها لمامتي وكده عشان الربيع. فهنا انا هستكفى بالحجم بالسطر رقم 6. فعايزه اقول اللي عايز يزود حجم القاعده دي هيعمل ايه. انا هنا كنت ماشيه مره حشو ومرتين حشو، تمام. لو هزود يبقى هشتغل تاني مره حشو ومرتين حشو، اوكي. فهيبقى السطر رقم 3 بقى اللي هو التالت هيبقى حشوة كل واحدة حشو. بمعنى ايه؟ ان كل سطرين تزايد اللي بعديه هيبقى مرة واحدة حشو، تمام. فانا كده خلاص استكفيت بالحجم دوت. هعمل ايه؟ هلف بقى يعني الخيط اهو الشغل امامي، هلفه بالعكس كده خلاص. ومكان ما الخيط طالع زي ما احنا شايفين كده، مكان ما الخيط طالع طبعا اظبط الدائره اللي باقيه دي، مطرح ما الخيط طالع انا بدخل الابره في الفتحه دي وباخد الحلقه دي كده على الابره واخرجها من نفس المكان ده كده بالشكل ده كده. وهعكس الخيط اللي بشتغل بيه بالعكس كده للخلف، واخلي الشغل امامي كده، يعني ده الظهر يعتبر وده الوش. فهعمل ايه؟ عند اول فتحه تقابلني هنا، اول فتحه هتقابلني
تمام. ما بين كل غرزة حشو، ما بين الغرز الحشو كده هننزل الابرة، وهاخد غرز منزلقة، هاخد لفة خيط كده واطلع بيها واخرج لفة الخيط دي من الحلقة اللي معايا على الابرة من الاول. كده انا عملت اول غرزة منزلقة. همشي السطر كله غرز منزلقة. هاجي عند ما بين الحشوتين اللي جايين برضو بنزل باخد لفة خيط كده واسحبها واطلع بيها. بعد ما بطلع بيها بخرجها من الحلقة الاولانية كده بالشكل ده، وهمشي السطر كله على هذا الاساس. ما بين كل غرزتين حشو تحت بخرجها كده تبقى منزلقة. همشي بغرزة المنزلقة دي لنهاية الدائرة كلها كده. فانا مش بعمل حشو، انا بعمل منزلقة. تمام. بنزل كده واخد لفة خيط، لفة خيط اللي باخدها دي هي بخرجها من الحلقة اللي كانت على الابر، وهكذا بالشكل ده. كل ما لفة خيط باخدها من تحت اطلع بيها واخرجها من الحلقة الاقدم، وهكذا الى نهاية السطر. انا كده خلصت المنزلقة لنهاية الراوند. وصلت عند اخر واحدة اللي هي تعتبر اخر حاجة خلاص اللي انا بدأت عندها. بنزل برضو فيها كده، بنزل فيها وباخد برضو منزلقة اهي. تمام كده. شد كويس عشان يبقى شكلها منسق. وبعدين هعمل ايه؟ برضو هداير الشغل كده زي ما عملت من شوية، عشان هشتغل بقى على الناحية اللي تعتبر المعدولة. ومطرح ما الخيط طالع برضو هنزل فيه طبعا بعد ما دايرت الشغل، باخد الحلقة اللي بره دي كده كده، والخيط الناحية التانية. وهبتدي اعمل ايه؟ هيبقى داخل كل غرزتين كده، داخل كل غرزة فرعين كده، اللي هما الفرعين دول هي الفرع اللي ما بين المنزلقة اللي كانت الامامية اللي هي دي المنزلقة دي، والمنزلقة تعتبر اللي هنا الفرع ده. هي مقسومة كأنها سلسلتين في بعض، فرعين سلسلة. تمام. فانا الفرعين اللي فرع السلسلة اللي قريب من النص ده هو اللي بدخل فيه. عايزة اوريها لحضراتكم. ده يعتبر فرع سلسلة واللي ورا فرع سلسلة. تمام. فالفرعين جنب بعض، كل فرع من الفرعين دول اللي هما الاتنين دول كده، ففي بقية السلسلة اللي هنا اهي والسلسلة الاولانية اهي، فانا دخلت الاتنين مع بعض كأني هخيطهم في بعض. بنزل فيها وبعمل غرزة حشو كده. ماشي اهي. وبرضو في الفرعين اللي بعديها هعمل نفس الكلام. كل فرعين هيقابلوني هنزل فيها بغرز الايه الحشو. عايزه اوضح ان بعد ما انتهيت من غرز المنزلقه دي اهي، وعند اخر غرزه منزلقه خلاص خدتها اهي. تمام. فانا هلف الخيط كده بالعكس. ماشي اهو. وهبتدي بقى ايه؟ هنزل فاكرين المنزلقه اللي احنا كنا عاملينها، يعتبر هنزل فيها يعني كده. بعد ما هقفل السطر كده، انا عند اخر منزلقه اهي، الاخيره خالص اهي. بعدين هلف بقى الشغل كده، ومكان ما انا الابره الخيط طالع انا ايه هدخل الابره كده مكان الخيط ما هو طالع، وهاخد الحلقه بتاعتي دي، هاخد الحلقه دي واخرجها من نفس المكان. وهبتدي اشتغل في غرز الحشو اللي انا سوري غرز المنزلقه اللي انا كنت مشتغلاها كده. هنزل في غرز المنزلقه اللي كنت مشتغلاها تحت
اول غرزة منزلقة هروح لها، غرزة منزلقة اللي احنا اشتغلناها هي اللي انا هنزل عندها كده، وهبتدي اعمل غرز الحشو كده. في كل غرزة منزلقة كنت عاملاها بالعكس هنزل فيها بحشو، لان خلاص بقى انا عايزة كده ايه، يعني الباسكت يلم معايا، يعني ما يبقاش خلاص مفتوح، لا هيبتدي يلم بقى داخل كل غرز الحشو اللي احنا اشتغلناها. طلع فاحنا لفينا طبعا الشغل عشان نروح له. داخل كل غرزة حشو كل غرزة منزلقة كنا عاملينها داخلها حشو. تمام كده اهي. كل غرز الحشو اللي كانت على الناحية اللي تعتبر دي الناحية المقلوبة، لان معلمينها بالخيط اللي هو ده خلاص، فهي دي اللي كنا عاملين فيها الحشو وقلبنا الشغل. داخل كل غرزة حشو غرزة منزلقة بدخل فيها بحشو لحد نهاية السطر. داخل كل غرزة منزلقة كده بدخل فيها واعمل حشو. طبعا انا مشيت الراوند كله داخل كل غرزة منزلقة من اللي عملناهم، عملت عليها واحدة حشو واحدة حشو لحد النهاية. ودي انا كده وصلت للاخر. باجي عند اخر واحدة حشو دي اخر واحدة منزلقة بدخل فيها كده واطلع بيها بحلقة، وعند اللي هي بداية السطر باخد اللي هي الجهة الخلفية دي، هي دي بدخل فيها عشان انهي السطر كله. باخد لفة خيط كده واخرجها منها، ومن معايا 3 حلقات كلهم بخرجها منها. تمام كده. وبنزل برضو في نفس علامة الفي بايه، بمنزلقة سوري بحشوة جديدة. وعند الفي اللي بعديها عادي بحشوة كده. وكده انا بطلع السطر رقم 2. ولو عايزة احدده لو مش واضح قدامنا بحدده برضو عشان لما اوصل له ما يحصلش اي لخبطه، تبقى الدنيا ايه مظبوطه معانا. ده كده انا كده في اول سطر اهو لم معايا. تمام كده بس. وهبتدي بقى اكمل السطر رقم 2 و3، او يعني اطلع بقى بالسطور على نفس النظام. هيبقى داخل برضو كل غرزة حشو وغرزة واحدة حشو ما بين الفي، برضو بدخل ما بين الفي بقى خلاص، ما بين كل في بتاعت حشو تحت بدخل فيها بغرزة واحدة حشو فوق. همشي واحدة حشو واحدة حشو واحدة حشو لحد النهاية بالسطور بقى اللي احنا عايزينها. اي مقاس بقى احنا نحبه، عايزين نطلع عالية قوي متوسطة زي ما احنا عايزين. همشي انا كل واحدة حشو واحدة حشو واوريكم شكلها بقى عامل ازاي. انا وصلت هنا لحد السطر رقم 8. طبعا اللي عايز يزود لأعلى حسب يعني الأذواق طبعا، بس هي الفكرة واحدة. انا خلصت لحد السطر رقم 8 وهقفل كده خلاص كل السطر. مكان ما كنت عاملة العلامة دي عند الفرع اللي من الخلف ده بدخل فيها كده برضو واخرجها منهم كلهم كده. في المرحلة دي عشان طبعا الشغل زي ما احنا شايفين تحسي ان هو ايه يعني طالع لبره شوية. فايه اللي هيظبطه؟ اللي هيظبطه غرزة المنزلقة. فهبتدي اعمل السطر هنهي مهما كان المقاس هتعلوه اكتر من كده او على المقاس ده نختم بغرزة منزلقة بتخلي شكل منظره كويس جدا. فانا هبتدي اول غرزة منزلقة اهي هتقابلني كده واخرجها من الحلقة اللي معايا دي اول منزلقة. وهمشي داخل كل غرزة كده، مش همشي في الضفاير، انا همشي ما بين كل غرزتين حشو تحت ما بينهم هعمل اللي هي المنزلقة، باخدها كده واسحبها من الدائرة اللي معايا كده بالشكل ده. وبرضو اللي بعديها منزلقة بالشكل ده كده، بطلع بيها واسحبها من الحلقة اللي معايا
واللي بعديها برضو اطلع بيها واسحبها من الحلقة اللي معايا، وهكذا لنهاية السطر. بعمل السطر كله منزلقة منزلقة منزلقة، الاقي يبتدي معايا منظر الباسكت، هيلاقيه بقى شكله مظبوط بسبب غرزة المنزلقة اللي انا بنهي بيها دي بالشكل ده كده، سوري. واللي بطلع بيها بخرجها من الحلقة اللي معايا في الإبرة. بمشي السطر كله منزلقة زي ما احنا شايفين. كده انا خلصت الدائرة كلها من فوق بالمنزلقة لحد اخر منزلقة اهي معايا، باخدها كده بس كده. خلصت كل الغرز. هعمل ايه بقى؟ اداري الخيط بالطريقة دي، هسحب شوية كده. شايفين الحلقة دي؟ هدخل الابرة كده من الخلف كده واسحبها مكان ما الخيط طالع، انا هسحب الابرة دي كده، الحلقة اللي معايا دي اسحبها لجوه كده، تمام كده. وبعدين الخيط هدخله فيها زي السلسلة كده، تمام كده. وهقص مسافة كبيرة شوية من الخيط عشان اخد راحتي وانا بشتغل. بس كده ابتدي اشد قوي كل الشغل خالص، ماشي. وبداري طبعا الخيط زي ما اتعودنا، بدخله ما بين الغرز كده اهو، ما بين الغرز، وابتدي اداريه لحد ما يختفي معايا خالص. ده شكل القاعدة، وده شكلها لما طلعنا بيها. والخيوط الزيادة طبعا بنقصها، والخيط اللي تحت اللي هي بتاعة البداية دي برضو بشدها كويس قوي. برضو بداريها ما بين الخيوط، ما بين الشغل، ابتدي اتككها كده ما بين الشغل كده، واخدها معايا واسحبها واطلع بيها ما بين كل واحدة وواحدة كده لحد ما كله يبقى شغلي ايه، يبقى شكل الباسكت جميل ونضيف ومفيهوش اي شوائب من الخيوط كده. وبقصه برضو بس كده. ده بيبقى شكل الباسكت. وممكن برضو بحط له الفيونكة من هنا، اي حاجة ازينه. هو طبعا شكل مدور خالص اهو. اتمنى يكون شكله عجبكم. لو حابين نزينه بفيونكة من هنا اوكي، وزي اللي عملناه في الباسكت السابق زي كده. انا طبعا كنت عملت الفيونكة دي قبل كده في الفيديو السابق لما عملت اللي هي الشكل المربع. نفس الفكرة يعني، اي منظر انتوا تحبوه تعملوه ده بيبقى شكلها. لو حابين تعملوها بايد زي اللي انا عاملاها دي كده، دي انا كنت عامله لها ايد بسيطه خالص. انا هقول لكم الفكره، ولو حابين تعملوها باليد ديت اوكي اعملوها مفيش مشكله. انا هقول لكم الطريقه عشان لو حبيتوا تعملوها، لو مش عايزين طبعا هي ده شكلها لوحده. انا بعمل عقده البدايه كده، وبعمل 4 سلاسل مثلا، 1 2 3 4. وعندي السلسله رقم 3 انا هنزل فيها بغرزه حشو كده
فاصبح معايا غرزة حشو واحدة، والسلسلة اللي طلعت بيها بمثابة حشو. وادي الغرزة اللي بعديها حشو تاني اهي في الفرع اللي بعديه كده، معايا 2 غرزة حشو، واللي بعديها 3 غرزة حشو بالشكل ده. واطلع ارتفع بسلسلة واحدة، وعند اول غرزة حشوة هتقابلني هنزل فيها كده بحشوة، بس مش هنزل في علامة الفي ولا حاجة زي اللي كنا عاملينها هنا، لا ده انا بنزل يعتبر ما بين الغرز شوية داخل كل واحدة واحدة حشو. يبقى كده انا معايا 1 2 1 2، والتالتة اللي جاية دي اهي، وارتفع بسلسلة واحدة وانزل في اول غرزة حشو تقابلني بحشوة، واللي بعديها واللي بعديها 3، وارتفع بسلسلة واحدة والف الشغل تاني وانزل بحشوة داخل كل واحدة واحدة، وارتفع بسلسلة تاني والف الشغل وانزل داخل كل غرزة حشو بواحدة حشو، وهكذا لحد ما اوصل لطول اليد اللي انا حباه او يكون مناسب معايا. حشوة داخل كل واحدة حشو، واحدة حشو، 2 3. طبعا معايا اللي بمثابة عمود دي طالعة معايا كل مرة في كل دور، بعمل اهي سلسلة بمثابة عمود وبلف الشغل وداخل كل حشوة تحت فوقيها غرزة حشو فوق، برتفع بسلسلة، وهكذا لحد المقاس اللي احبه على يعني على نفس الطريقة دي كده افضل ماشية لحد الطول المناسب معايا. هنشوف شكلها دلوقتي لما اكبرها شوية على نفس الريتم ده. انا كده خلصتها خلاص، يعني انا لقيت ان ده الطول المناسب معاها قوي كده، فانا هقفلها على الاساس ده خلاص. هعمل سلسلة واحدة كده واقص كل الشغل بتاعي واخرجه خالص كده، وابتدي اداري الخيط برضو زي ما تعودنا نداري الخيط ما بين الغرز لحد ما يختفي معايا خالص. خلاص كده يبقى شكلها. انا بحطها ازاي؟ من وسط الدائرة، من وسطها كده هشبكها بدبابيس، طبعا قبل ما بخيط قبل حاجة بظبطها بدبابيس الاول عشان بعد كده اقدر اخيطها مظبوطة. من الجهة التانية برضو بيكون شكلها كده. ومكان ما انا حاطه الدبابيس طبعا بمشي بإبرة الخياطة من الداخل والخارج
لحد ما تثبت معايا واشيل منها الدبابيس، ومن الناحية التانية نفس الكلام. بس ده بيكون شكلها. طبعا نظبطها قصاد المفروض تبقى قصاد الفيونكة يعني. كده. وبخيط مكان الدبابيس ديت بإبرة الخياطة طبعا. ولو مش حابين ان احنا نحط يد ليها برضو، هي شكلها جميل ان هي كده طقم يعني مع بعضه. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم. ده الشكل اللي عملناه المرة اللي فاتت، الشكل الجديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني مرة تانية ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.